احلى مسا عليكم من اخوكم ادهم. احنا دلوقتي قدامكم هوريكم طريقة زرع الليمون من البذور. كل حاجة تبقى قدامكم، بس ما تنسوش قبل ما نبدأ ان شاء الله تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله مع اخوكم ادهم هتستفادوا. يلا نبدأ دلوقتي. تجيب ليمونة عندك زي عند اي حد، ليمونة بتبقى في التلاجة او في البيت زي عند اي بيت. تمام، دلوقتي الليمونة هي طازة قدامكم. نبدأ نفتح الليمونة الطريقة اللي قدامكم دي كده. نبدأ ناخد البذر اللي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه. في واحد قال لي ما احنا ممكن نزرعه بالبذر بعد ما ينشف. ما ينفعش، لازم أن يبقى البذر طالع طازة اخضر زي ما هو كده عشان يساعد على النمو والتخدير ان شاء الله على طول بسرعة. بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد ما خدنا الليمون خدنا البذر 4 حبايات. ال4 حبايات دول ان شاء الله يعملوا لك 4 شتلات. دلوقتي هنجيب برطمان زي ده، بس اهم حاجة يتخرم من تحت عشان يطرد المية الزايدة. لو في مية زايدة ولا حاجة يطردها برا عشان ما يعملش عفن جدري ولا يبوظ التربة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. نبدأ بقى نعبيه تربة. بعد ما حطينا التربة بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده، نبدأ نظبط، بس حاول ما تكبسهاش، تعدل التربة بالشكل الطبيعي اللي انت شايفه ده. بعد كده تبدأ تجيب مية وترويها بالشكل اللي انت شايفينه كده، لحد ما تتأكد ان المية وصلت تحت بالشكل اللي انت شايفينه. طبعا احنا بلينا شوية، يجي بس تخلص المية اللي جواه تشربها التربة بشكل طبيعي. ونزرع دلوقتي الليمون. في 3 أخطاء ممكن هما اللي ما خلوش الليمون يخدر. أول طريقة هي لو انت ما خرمتش زي كده مش هيساعد على النمو الخضري بالشكل اللي انتوا شايفينه. لازم تخرمها تحس ان المية تطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. التربة خدت كفايتها وبتبدأ تطرد المية الزيادة برا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بدأت المية تختفي. هنمسك بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده 3 كده. ادي ليمونة، ادي بذرة، 1 2 2. ادي ال3 بس بعدهم بعيد عن بعض بالشكل اللي انت شايفه كده. ونبدأ بعقلة صباعك، متغرزهمش لتحت جو، بعقلة صباعك كده كده. ادي واحدة سنة بسيطة بس عشان يساعدوا على النمو الخضري. ادي كده التالتة. تبدأ تحط عليهم تربة خفيفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده ما استوينا وزرعناهم تبدأ تعدل التربة كويس. اهم حاجة ما تكبسهاش. تبدأ بقى تديله شوية مية في اول مرة بس بالشكل الطبيعي اللي انتوا شايفينه. دلوقتي بعد ما احنا عملناه، في واحد بيجي يقول لي حطها في الشمس
ولا في الظل. اول حاجة ولا كده ولا كده، حاول تعرضهم في حتة فيها شمس وفيها ظل، عشان ولا الشمس حراقة، الشمس لو جت تقيلة عليها مش هيساعد عليه على التخدير، ولو ضلة برضو مش هينفع. خلي حتة فيها ضلة وحتة فيها شمس، مش هتحتاج ان انت تغطيهم من فوق ابدا. الطريقة اللي انت شايفهم، وهي التخدير هيبدأ ان شاء الله من اسبوع ل10 ايام بالكتير، تبدأ معاك النتيجة وهو بيخدر بالشكل الطبيعي اللي انت شايفينه. شايفين المويه بدأت تطلع منين؟ حاول بقى تحطهم في حتة ما تكونش متعرضة للشمس كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.